السلام عليكم. إفريقيا تسرق الكرة الذهبية من محرز. تقريبا هذا هو العنوان الذي كان بارزا أمس عندما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي ضمت كل من المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وأشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان، وفيكتور أوسيمين النيجيري الذي يلعب في نادي نابولي مهاجم نادي نابولي. أيضا الكثيرون استغربوا عدم وجود رياض محرز في هذه القائمة. رياض محرز الفائز بكل الألقاب الممكنة في الموسم الماضي مع نادي مانشستر سيتي. أهم الألقاب على الصعيد الأوروبي هي دوري أبطال أوروبا، أهم لقب في الدوريات الخمس الكبرى اللي هو البريمير ليج، وأيضا كأس إنجلترا وألقاب أخرى. السؤال الأكبر الآن، هل ما جرى في هذه القضية هو أمر طبيعي؟ التساؤل الأكبر هو على ماذا اعتمد الاتحاد الإفريقي من أجل أن يتخذ هذا القرار وأن يعلن عن قائمة هؤلاء اللاعبين الثلاثة المرشحين للكرة الذهبية. إذا كان المعيار الأول هو الألقاب، فإنه لا يوجد لاعب إفريقي نال ألقاب أكثر من رياض محرز الموسم الماضي. إذا كان معيار الأهداف هو المعيار الذي تم على أساسه اختيار، فأكيد أن المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان لم يسجل أكثر من رياض محرز. إذا كان المعيار هو التأهل لكأس العالم، فلا محمد صلاح تأهل لكأس العالم ولا فيكتور أوسيمين تأهل لكأس العالم. إذا كان المعيار هو التألق في كأس العالم، فإنه ياسين بونو بحكم أنه كان عنصر مهم جدا في تشكيلة المنتخب المغربي، فهو يستحق التواجد في هذه القائمة، قائمة المرشحين الثلاثة. أيضا بما أنه ياسين بونو توج مع نادي إشبيليا بالدوري الأوروبي، وكان تقريبا أهم لاعب في نادي إشبيليا في هذا التتويج، ولذلك المعايير التي اتخذها الاتحاد الافريقي لكرة القدم غريبة وغريبة جدا. مما كان يقال عن رياض محرز خلال الموسم الماضي أنه لا يشارك كثيرا مع نادي مانشستر سيتي، أو بالأحرى أنه حبيس دكة البدلاء، وأنه لا يشارك في المباريات الكبيرة في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا. ولكن إذا ذهبنا إلى موقع ترانسفير ماركت مثلا المختص في الإحصائيات الخاصة باللاعبين، سنجد أن رياض محرز لعب في مجمل المباريات مع السيتي في كل المسابقات تقريبا أكثر من 3000 دقيقة، في حين أن أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين المتواجدان في قائمة المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لعب أقل منه. أيضا فيما يخص الألقاب، هنالك من يعتقد أن مانشستر سيتي وصل أو لعب من دور المجموعات، لعب مباشرة إلى النهائي، وهذا أمر خاطئ. مانشستر سيتي أكيد أنه مر بفترات عبر هذه الطريقة المؤدية إلى الألقاب، وفي كل مرة أكيد أنه محرز كان متواجد وكان يسجل. ولذلك إذا نظرنا أيضا إلى إحصائية أخرى، هي إحصائية أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البريمير ليج، سنجد أن رياض محرز في مانشستر سيتي هو الثاني بعد كيفن دي بروين. فلذلك فإنه الكلام حول عدم أحقية محرز بالتواجد في هذه القائمة لكون أنه لا كان لاعب احتياطي في نادي مانشستر سيتي، يبدو أنه أمر ليس صحيحا وأمر مجانب للصواب في مثل هذه، عندما نذهب إلى القياس في مثل هذه الحالات. قبل الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية الخاصة بالكرة الذهبية الإفريقية، لو تذهب إلى أبسط مشجع أو أصغر مشجع وتسأله عن الأسماء المرشحة، أكيد أنه سيذكر من بين الثلاثة رياض محرز وياسين بونو. رياض محرز متوج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وأيضا ياسين بونو متوج مع نادي إشبيليا بالدوري الأوروبي. ولكن لصدفة وصدفة عجيبة بطبيعة الحال أن كلا اللاعبين خارج هذا الترشيح، ويبدو أن الاتحاد الإفريقي ذهب إلى حيلة، وهي ترشيح بونو مع الحراس كأفضل حارس في القارة السمراء، في حين أن رياض محرز خارج هذه الجوائز بشكل كامل. ولذلك يبدو أننا بالفعل ذهبنا، أو أصبحت الجائزة جائزة علاقات عامة وجائزة ترضية لا غير. أيضا من بين غرائب وعجائب هذه الجوائز أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري مثلا توج بلقبين إفريقيين، لقب كأس الاتحاد الإفريقي أو كأس الكاف، وأيضا لقب كأس السوبر الإفريقي. ولكن هذا النادي لم يوجد أو لم يتواجد من بين الفرق أو أفضل الفرق أو نادي المرشح لجائزة أفضل فريق في القارة السمراء. على عكس ذلك، مدرب الفريق الذي قاد اتحاد العاصمة للتتويج بهذين اللقبين الإفريقيين متواجد في قائمة أفضل المدربين أو مرشح لأن يكون أفضل مدرب في القارة السمراء. أيضا مدافع اتحاد العاصمة زين الدين بالعيد الذي تألق بشكل كبير ووضع بصمته حتى في السوبر الإفريقي غير متواجد مع اللاعبين الذين يلعبون في البطولات
المحلية. فالسؤال الآن: ما هي المعايير التي اعتمد عليها الكاف في هذه الاختيارات؟ هذه الاختيارات الغريبة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجاوزت حدود القارة السمراء، بل أصبح الكثيرون يتحدثون عن كيف تمت هذه الترشيحات، سواء فيما يخص جائزة الكرة الذهبية أو غيرها من الجوائز الأخرى. وفي حديث كان لي مع زميلي في قسم الرياضة في الشرق، الزميل العزيز والأخ يزن، هو مختص في الماركتينغ وفي التسويق، قال لي بصريح العبارة أنه هذا الأمر أصبح شيء متعمد من قبل هذه الهيئات المشرفة على هذه الجوائز، لسبب بسيط بحسب تعبيره: أنه التسويق السيء هو أفضل تسويق. بمعنى أنه لو تم اعتماد القائمة المثالية، القائمة التي كان ينتظرها الجميع في الترشيحات الأخيرة، لما كان أحد تحدث عن هذه الترشيحات، ولما كانت أحدثت هذه الضجة، مثل ما يحدث أيضا في البالون دور أو حتى في جوائز الفيفا، جوائز ذا بيست. ولذلك تحدثنا أيضا عن حادثة تعزز هذا الاحتمال، مثل ما حدث لإنيستا في عام 2010 الذي حرم من جائزة الكرة الذهبية رغم أنه توج بكأس العالم وقاد المنتخب الإسباني إلى التتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخه. لو منحت الكرة الذهبية لإنيستا في تلك الفترة وفي ذلك العام، لما كان الجميع يتحدث عن تلك الكرة الذهبية في نسختها حتى الآن، وربما كان الجميع سينسى. ولذلك يبدو أنه فيه نوع من التعمد ونوع من إثارة المتابعين لكرة القدم من أجل دائما إبقائهم في مثل هذه النقاشات. الآن على سبيل المثال سيبقى النقاش إلى غاية الإعلان عن الاسم المتوج بالكرة الذهبية الإفريقية. النقاش سيبقى دائما: هل محمد صلاح يستحق التواجد؟ هل رياض محرز يستحق التواجد؟ هل كان يجب أن يكون بونو بديلا لحكيمي؟ ماذا فعل فيكتور أوسيمين مع التتويج بالدوري الإيطالي حتى يكون في هذه القائمة؟ هذا الجدل هو يبدو أنه الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي في هذه الحالة.